السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم محشي مشكل. حلة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة وقطعت بصلة كبيرة صغير وحطيتها تتشوح، ومقطعة فلفل رومي وحامي، بيدي طعم جميل قوي لتسبيكة المحشي. بعدين حطيت التوابل: فلفل اسود وبهارات وكزبرة وكمون وبابريكا ومرقة فورية. حطيت معلقة ملح. هشوح التوابل والملح مع البصل والفلفل. بعد كده اروح حاطه عصير الطماطم واديله تقليبة واسيبه بقى يتسبك. هنا كان السبك. اروح بقى عشان احشي. طبعا انا كنت منقيه الرز ومصفيه، وكان عندي خضره في الفريزر، ما جبتش طازه. كان عندي خضره في الفريزر، طلعتها وحطيتها في التسبيكه وهي سخنه عشان تفك. وبعدين رحت حاطه التسبيكه على الرز وبقلبه. التسبيكه فيها الخضره. بس هبدأ بقى احشي. انا جايبه 2 كيلو بتنجان عروس ابيض واسود، وجايبه نص كيلو فلفل رومي. طبعا انا بحشي بالمعلقه عشان اصلا التسبيكه ما كانتش بردت وكانت سخنه جدا. انا طفيت عليها وجبتها حطيتها على الرز على طول، ما سبتهاش لما تبرد، عشان كده بحط بالمعلقه. لكن انا بحب احشي المحشي بايديا عادي. هحشيه بقى كله وارجع. هنا كنت حشيته كله. احط بقى الشوربه، اظبط الشوربه على قد ما يستوي المحشي، ما نكترش عشان اصلا المحشي ده مش بياخد شوربه كتير. بس كده هغطي عليه بقى واسيبه يغلي، ولما يغلي هوطي عليه عشان يستوي. هنا كان دخل اهو في السوا. وهنا كده خلاص كنت قفلت عليه واستوى خلاص. ويا رب يعجبكم بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.